ان شاء الله باذن الله ما زالت حظوظ التاهل موجوده يعني. كابتن هاني، حسينا في البدايه انه في خوف زائد عن الحد، والتشكيل بيميل الى الجانب الدفاعي. مروان محسن بمفرده في الامام، احمد مجدي اهتم اكتر بالجوانب الدفاعيه، حتى احمد شكري انه بيرجع للخلف كتير، مع انه كانت في ستاره دفاعيه كتيره جدا في وسط الملعب. لا ما اعتقدش. يمكن التشكيل بدايه التشكيل بالعكس، بدايه التشكيل كنا بنلعب بطريقتنا المعتاده 4-2-3-1. شهاب المفروض بيقوم بدور هجومي تحت مروان راس حربه، احمد مجدي بدور هجومي، شكري بدور هجومي. فاعتقد يمكن هو عدم يمكن بتقول ما اعرفش، كان في سنه خوف لكن ما كانتش مطلوبه. وانا يمكن كنا بنقول بالعكس، يمكن نتيجه جنوب افريقيا الجابون بتدينا ثقه اكبر وبتدينا المفروض صحيح دفعه ان احنا يمكن حظوظ التاهل كانت موجوده النهارده بشكل كبير. لكن يعني التشكيل انا كنت شايف بالعكس، انا كنت يمكن التشكيل بدات باثنين في نص الملعب بدل ما احط ثلاثه، على اساس ما يوصلهمش الاحساس ان احنا نازلين ندافع بس. لكن احمد مجدي ما كانش موفق خالص حتى في الناحيه ولا الدفاعيه ولا الهجوميه. شكري برده كان بعيد شويه في الناحيه الهجوميه، ما اثرش في الثلث الاخير بشكل كبير. صحيح. وبالتالي ظهر مروان محسن لوحده خالص يعني. نعم كابتن، يعني صالح جمعه الحقيقه اداؤه كان رائع، ومحمد صلاح لما نزل اداؤه كان رائع هو الاخر. يعني هل كان من الافضل ان احنا نبدا بصالح جمعه ومحمد صلاح يا كابتن هاني؟ لا يمكن كان عايز ادي فرصه طبعا لاحمد شكري. محمد صلاح طبعا لعيب مميز جدا، صالح جمعه برضه من اللعيبه المميزه، مميزاته في الباص والاستلام والتحضير في ال 45 دقيقه اللي لعبها. لكن يمكن زي ما قلت لك كابتن احمد، احنا بدانا بالنني وحسام حسن على اساس ما اديش اساس اللعيبه ان احنا بنلعب بثلاثه ديفندر قدام خط الدفاع بتاعنا، وبالتالي يمكن يتسرب احساس ان هم نازلين نلعب او نازلين ندافع. بالعكس انا يمكن بدات ان انا بقول لهم ان احنا نبادر بالهجوم، لكن مع بدايه الشوط الثاني يمكن كان في سيطره من في وسط الملعب. محمد صلاح لما نزل ادى بشكل جيد جدا. صحيح. وخلق فرص للتهديف. لكن يعني ما اعتقدش بدايه التشكيل كان فيها حاجه، لكن زي ما بقول يعني في عدم توفيق ان اللي بينزل بيأدي بشكل جيد. ما كناش نعرف اذا كانوا هيبداوا بنفس القوه ولا لا، لكن في الغالب يعني فرصه كبيره ضاعت مننا النهارده للتاهل. لكن ان شاء الله الفرصه لسه موجوده باذن الله. نزول شرويده كراس حربه بديلا لشهاب، مع انه شهاب كان ستاره جيده في وسط الملعب وكان بيكمل مع المهاجمين، هل كنت عايز تباغت المنتخب الايفواري في النهايه باثنين مهاجمين؟ هل طمعت في اللقاء يا كابتن هاني؟ مش سمعت في اللقاء، لكن يمكن شهاب كان بيلعب، يمكن مروان كان بيلعب راس حربه وتحتيه شهاب وشكري. حسينا يمكن مجهود شهاب الى حد كبير جري كتير جدا في الشوط الاولاني، وخاصه ايضا لغايه 30 دقيقه من الشوط الثاني ادى بشكل جيد. كنا عايزين ندي اولويه لواحد لسه فريش عنده القدره الهجوميه بشكل كبير جدا زي شرويده، يعمل ضغط على الدفاع على اساس ما تجيش علينا او خط النص بتاعنا يكون فيه اولويه في الاستحواذ على الكره، وبالتالي نبادر بحته هجوميه او بنلعب براسين حربه في وقت من الاوقات. لكن يمكن في الوقت القليل اللي نزل بعد شويه ما نزل يمكن دخل هدف التقدم، وبالتالي يمكن الامور اتصعبت علينا بشكل كبير يعني. كابتن هاني، جنوب افريقيا الان اصبح لديها امل التعادل، ان كانت نتيجه التعادل مع الجابون اسعدتنا كثيرا، لكنه هل هيكون عندك تغيير في الفكر في التكتيك، خاصه انه التعادل يكفيك للوصول باذن الله يا كابتن هاني؟ والله يا كابتن يمكن النهارده احنا نتفرج تاني على المباراه، لكن جنوب افريقيا ايضا من الفرق المميزه جدا. ان شاء الله عندنا زي ما بقول لك حظوظ ان شاء الله، احنا هنلعب على الفوز ولا غير الفوز ان شاء الله. وارد جدا ان يكون في تغيير في بعض الافراد، وارد جدا تغيير في طريقه اللعب على اساس نبدا بشكل هجومي افضل من بدايات الشوط الاولاني. كل ده ان شاء الله هندرسه خلال الثلاث ايام اللي جايين. خايف لو اذا ربنا اكرمنا ان شاء الله وتاهلنا تاني، لان واضح ان المغرب ستكون على راس المجموعه مع هذا الضغط والحماس الجماهيري، ولا اصبح الاساس بالنسبه لك الان هو التاهل باي طريقه يا كابتن هاني؟ لا طبعا هو ما بنفكرش خالص في الدور قبل النهائي نقابل مين. احنا كل الامال دلوقتي وكل التركيز ان شاء الله اولا للمربع الذهبي، وبعد كده ندرس ان شاء الله القسم اللي جاي. لكن كل شغلنا الفتره اللي جايه ان شاء الله الوصول مع الاربعه الاوائل باذن الله. مع دراستك للمنتخب الايفواري، ايه اللي فاجئك في اداء النهارده؟ هل لاسينا تراوري رقم 11 اللي ما كانش موجود في المباراه الاولى اربك حساباتك يا كابتن هاني؟ هو يمكن عمل الفرق يعني. الراجل يمكن مستوى عالي جدا. صحيح. محطه كبيره جدا، بنيانه وطوله بيساعد كتير جدا ان هو ينقل فرقته من الثلث الدفاعي للثلث الهجومي. لكن
ما يقلش من قدرات حجازي، عمل مباراه جيده جدا طبعا. ايضا، ومعاذ حناوي اعتقد عملوا مباراه جيده جدا. زي ما بقول طريقه اللعب كانت واضحه بالنسبه لنا، كان اهم اللاعبين كانوا مميزين في المباراتين. المباراه اللي فاتت كان رقم 18 ورقم 10 لما نزل برضه ما ظهرتش خطورته، لكن يمكن هو الرقم 11 كان بالنسبه لنا يمكن هو المحطه الرئيسيه اللي كانوا بيسندوا عليها للوصول للثلث الهجومي للمنتخب الايفواري. ولكن زي ما بقول لك ان شاء الله كابتن احمد باذن الله عندنا امال كبيره جدا ان احنا ان شاء الله نفوز على جنوب افريقيا ونوصل للدور قبل النهائي. واحنا عندنا امال وعندنا ثقه فيك وفي لعيبتك كابتن نهاني. اشكرك شكرا جزيلا واطيب التمنيات بالتوفيق. شكرا كابتن هاني. الحقيقه انا بحب المدرب ده يا كابتن حلمي، لانه عندنا عدد كبير